اذا هما اللي مشى على العافيه باش تجيب المغاربه. هادشي اللي كاين، راه مسؤوليه واضحه. راه بالفعل هادشي ديال روسيا راه منطق ديال المافيا. اولا انه يعترف ان هناك شركات تفترس المغاربه. وي خصو يقول لنا شكون هاد الشركات بشكل بسيط جدا. الا جينا نحسبوا من الضيعه حتى المارشي باش تشري مطيشه، راه كاينين على الاقل ما بين 4 و5 ديال الوسطاء على من كدوز. اذا الدوله هي اللي وراء اغلاء الاسعار، حتى هي كتستافد كتدخل فلوس عليها ساكته. كاينه جوج المليون المغاربه اللي ما عندوش 3 دراهم في اليوم. وي كتلقى هو عائلته فاش كتجمعهم ما عندوش 3 دراهم في النهار. زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقه الحواريه. ضيفنا لهذه الحلقه عزيز غالي، رئيس الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. استضفنا عزيز غالي اليوم على خلفيه الزوبعه، الضجه، الزلزال الذي اثاره موضوع غازوال روسيا. سي عزيز مرحبا بك. شكرا حميد، ومره اخرى شكرا على الاستضافه. ما بقيتش ضيف، وليتي جزء من الاسره ديال بديل. مرحبا سي عزيز، ودائما حنا كنستضيفوك تنكونوا سعداء، خصوصا ان عدد من الناس كيطالبونا نستضيفوك. الحمد لله لك مصداقيه هذه زعما يشهد بها القاسي والداني. عزيز غنقرا عليك جوج الوثائق وغنرد عليك تصريحات وبغيت التعليق ديالك خصوصا. القصه بدات بهذه المراسله صادرة عن برلماني من المعارضة يقول فيها: إلى السيد رئيس مجلس النواب، سؤال موجه إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية. يعني مراسلة على درجة من الرعب والخطورة. يقول صاحب هذه الرسالة وهو برلماني: بدأت بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجية السوق الوطنية إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70% من الثمن الدولي. لكن هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آتي من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي وداخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة. وكل ذلك يحدث بتواطؤ صريح للشركة المسيرة للمخازن الوقود من طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية. لذا أسألكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد هذه المواد. الوثيقة الثانية السي عزيز، أفادت الجريدة الأمريكية وول ستريت جورنال الدائعة الصيت بأن المغرب صار يصدر الديازل لأوروبا. وأفادت الجريدة الأمريكية استنادا على تقرير من مؤسسة كلير للشفافية تداول المواد الأولية بأن المغرب كان يستورد من روسيا كمية محددة من الديازل لا تتعدى 600 ألف برميل في السنة 2021، إلا أنه مع بداية العام الحالي استورد في شهر يناير فقط 2 مليون برميل، وخلال شهر فبراير استورد 1.2 مليون برميل. المثير في الأمر أن الجريدة الأمريكية أكدت أن المغرب يعيد تصدير هذا الديازل الروسي المصدر لأوروبا، التي طبقت قرار منع صادرتها المحروقات الروسية ابتداء من بداية السنة في إطار عقوبتها على موسكو جراء حرب أوكرانيا، وبقي بعض المعطيات. سي عزيز، هذه يعني مراسلة صادرة عن برلماني، وجريدة دائعة الصيت الأمريكية كتقول بأنه لا يكتفي الشركات المحروقات باستيراد لنا للسوق الوطني، ولات كتبيع وتشري في هذه الأمور. هذا الشيء تار ضجة كبيرة. حكومتنا المغربية خسرت دقيقة و10 للتوالي على موضوع هيج المغاربة شرقا وغربا شمالا وجنوبا. نخليك تسمع ونعطيك تعقب. شوف شنو كانت الحكومة في المؤتمر الحكومي، كيفاش جاوب على واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ حكومة أخروج. شوف الرد ديال الحكومة على لسان ناطق رسمي اسمه السي بيتاس. الغازوال الروسي، أولا الاستيراد ديال الغازوال من روسيا قبل هذه الحكومة وفي هذه الحكومة هذه كان دائما في واحد الحدود ديال 10%. وانا نعطي الارقام. سنة 2020 كان الاستيراد ديال الغازوال الروسي هو في حدود 2020 9%، 2021 5%، 2022 9%. وهذا راجع بالاساس لان الاستيراد حر. الاستيراد حر. بلادنا عملت على تسخير كل الجهود، لا سيما وانا نعطي هنا واحد المثال. الحكومه وبلادنا دارت مجهودات كبيره باش تستورد الفحم الحجري الروسي، لانه هو اللي ساهم، الاستيراد ديالو هو اللي ساهم في التحكم في الفاتوره ديال انتاج الكهرباء ببلادنا.
اليوم لابد أننا نتكلم على أن متوسط سعر الغزوال خلال هذه الفترة من بداية السنة إلى الآن يتميز بالتقارب من مختلف المصادر، لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب. شكرا لكم. سي عزيز لكم الكلمة. شكرا حميد. كنظن غادي نبداو من المراسله ديال البرلماني اللي فيها خطا. الخطا اللي فيها هي انه ما كانش خصو يوجه المراسله للوزيره بقدر ما كان خصو يتوجه للنيابه العامه. علاش؟ لان هناك حديث على تزوير فواتير. تزوير فواتير اللي كيبت فيها ماشي وزاره الماليه، اللي كتبت فيها هي النيابه العامه، لان هذه جنايه ديال التزوير في وثائق رسميه. لان فاش كيجي البترول من دوله وانت كديروا لدوله، اذا هذا تزوير. اذا الرساله كتمشي تمشي للنيابه العامه من اجل فتح تحقيق في هذا الشيء. لان وزاره الماليه سي فري عندها مسؤوليه، ولكن المسؤوليه الاولى هي مسؤوليه النيابه العامه. اذا هذا في الشكل. نجيو للمضمون. المضمون فيما يتعلق بكل ما قيل حول البترول الروسي، وهذا هنا كاينين على الاقل يمكن نهضروا على 3 ديال الجرائم، ماشي على 3 ديال الاحداث. الجرم الاول هي انني فاش كنجيب انا المواد فيني ماشي تا خام ديال روسيا وكندخلهم على اساس انهم جايين من دوله، اذا انا زورت الوثائق. النقطه الثانيه مرتبطه بالسعر، لانني انا فاش كنشري بروسيا الان معروف ان روسيا كتبيع باقل ما كاين. وكنظن في شي حلقه هنا نيت معك السي حميد كنا هضرنا على ان الهند كتشري بزاف ب 25 دولار حتى الباريل، لان هذا هو لو بري اللي كانت دارت روسيا باش يمكن ليها تبيع. اذا فاش كنشري انا ب 25 وكندخلو جاي مثلا من الخليج، اذا كندوزو من 25 ل 70 دولار. اذا الفرق على الاقل واحد 35 دولار اللي كطير في البرميل. هذه غير في ورقه جبتو ب 25 حسبتو ب 70. اذا ديجا 35 دولار في كل برميل، وحسب شحال كيجي في كل نهار. الجريمه الثالثه هي متعلقه بالتصدير، لانني انا شاريه ب 25 وغادي نصدروا لاوروبا، فحال غادي نصدروا ب 70. اذا كيفاش غادي نتحاسب من الناحيه الضريبيه؟ كيفاش انني الان في ازمه وكنهضر على خصاص كبير في البترول وفي المواد وفي الغاز وانا كنصدروا للخارج. اذا كامل كاين ان ديتورنمون دو فون ديال الملايين ديال الدولارات، والدوله اكتفت في التصريح ديالها على اننا كنا كنستوردوا من روسيا و9% ومعطيات اللي ماشي دقيقه. اذا هنا كتجي الحكومه كان خصها عوض ما تقول لنا كتقول لنا الشركه فلان هي اللي كتجيب والشركه فلان هي اللي كتستورد، وخصنا تجيب لنا الوثيقه ديال مكتب الصرف، لان الوثيقه الكلي او المفتاح في هذا الشيء كامل هو مكتب الصرف. واش مكتب الصرف في خبارو اننا كنخلصوا روسيا وبشحال تنخلصوها، وفي خبارو شحال تندخلوا ديال الفلوس، وفي خبارو شحال فاش كنعاودوا نصدروا لاوروبا الخلاص واش كيدخل المغرب ولا كيبقى تما. اضافه لواحد الوثيقه كتسمى شهاده المنشا. هاد شهاده المنشا هي اللي كتعرف منين جايبه السلعه بالضبط. انا قلت لك واسمح لي عزيز الله يجازيك بخير، لان هذا الشيء مهم جدا. هو ما هضرش على الفتره ديال يناير وفبراير، هي موضوع المراسله وهي طبعا. موضوع الجدل. الا رجعتي حتى لوول ستريت كيهضروا على 2 المليون برميل. بالنسبه لوول ستريت هضرات على منطقه شمال افريقيا كامله فيها تونس وكامله. هضرات المصدر ديالو هي كيبلر، واحد المؤسسه روسيه هي اللي كانت جبدت هذا الخبر وقالت على اننا لاحظنا على ان دول شمال افريقيا اللي ما كانتش ان كليون ديالنا، ما كانش زعما كنبيعوا لها بزاف، لاحظنا في الاونه الاخيره انها ولات كتستورد عندنا بزاف. وقالت على ان العمليه ديال الاستيراد كيتم تحويلها لاوروبا. يعني هي الجريده الروسيه اللي جابت الخبر جابته على اساس ان اوروبا ما دايراش علينا الحصار، ان الحصار فقط شكلي، واننا كنبيعوا لتونس والمغرب ومن ثم كيمشي لاوروبا. ولكن ما يهمنا حنا كمغاربه هي هذيك راه فلوسنا، لان الشركه فاش كتشري وكتزور راه كتضيع الضريبه اللي كتضيع. لان فاش كتشري ب 25 وانت مزور ورديتي ل 70، اولا كتسمح لك تخرج بزاف ديال الفلوس ديال العمله الصعبه اللي كتخرج، كاين تهرب ضريبي واضح، وكاين خلق ازمه في البلاد اللي انت مثلا بالنسبه لك عوض ما يبقى هذا الغاز بهذا لو بري اللي رخيص. لان فاش كنهضروا على 25 ولا 30 صافي دير اوتوماتيكمون في البومبا خصو يتباع ب 7 6 دراهم، انت كتبيعوا للمغربي ب 12 درهم. بلاتي عايز انت كتعرفنا حنا في هذا الموقع هذا ما كتكون شي افكار واعره ولا مهمه خصنا الجمهور المغربي
نعاودوها باش نفهموها نظرا لخطورتها. هذا الشيء اللي قلتي دابا في الاخر في غايه الرعب والخطوره، باش الناس يعرفوا مدى هول هذه الفاجعه. هذه العمليه ديال المغاربه وهذا البيع والشراء في الديازل الروسي كيعطينا ثلاثه الاضرار. الضرر الاول هو العمله الصعبه اللي كتخرج، العمله الصعبه المغربيه كتخرج. لا طبعا. النقطه الثانيه هذا يقدر يدينا للتعويم. النقطه الثانيه اللي خطيره جدا هو التهرب الضريبي. دابا التهرب الضريبي طبعا. النقطة الثالثة اللي خطيرة جدا هو أنه كاين مقدور هذه الشركات المحروقات أنها تبيع في البلاد بثمن مقابل والمازوت يرخى، وبالتالي عترخى الأسعار والغذاء. إذا هما اللي يمشي على العافية في الجيب المغاربة. هذا الشيء اللي كاين، مسؤولية واضحة. الحكومة بلاص ما تجي تجاوبنا على هذا الشيء، خدام تيدور لنا من الجناب، لا نحن نستورد، لا حنا ما الفحم الحجري، أنا ما عندي لا قال لك هو السيراد الحر، لا السيراد الحر في الفحم الحجري رجعوا ليه. وهنا في الموقع ديال بادي كنت قلت على أن المغرب ما بقاش كيستورد نفس الكميه اللي كانت تيستورد من روسيا ديال الفحم الحجري. علاش؟ لان دخلت امريكا وضغطات في اطار الحصار اللي مديور على روسيا، ولينا كنشريوه اغلى، ولينا كنجيبوه من جنوب افريقيا ومجموعه من الدول الافريقيه بثمن مرتفع على باش كنا كنشريوه من روسيا. هنا عاوتاني كذب علينا. كذب بيتاس. شنو قال كذب؟ شنو قال؟ انا فاش يقول لك اننا حنا والفحم الحجري ديال روسيا هو اللي مخفض الثمن ديال الانرجي وهذا، غدا ولا بعد غدا نسولوا الاستجابه شحال ولا كيتقام عليهم الضوء. اذا هذا المسؤول اللي كيهضر هذه الهضره ففعلا ما مسؤول ما حتى حاجه، لان كون كان مسؤول غيجي يقول لنا الشركه تال هذه الشركه هي اللي جابته من روسيا وها بشحال جابته، ويجيب لنا اهم نقطه اللي خص يجيب لنا باش تبان لنا، يجيب لنا تقرير ديال مكتب الصرف. لان مكتب الصرف هو اللي معني بهذا الشيء كامل. كيجيب مكتب الصرف طبعا لان هادشي كاع مدير في النوار. راه بالفعل هادشي ديال روسيا راه منطق ديال المافيا. هادشي ديال روسيا مالو؟ هذا منطق ديال المافيا ماشي ديال الدوله. مافيا طبعا. لان شكون اللي غادي يشري في النوار وغادي يبيع وانا كندير وكنجيب وهذا، في حين على ان الشعب مأزم. لان الا كنت كنجيب انا مثلا نفهمها، غادي نجيب البترول بحال اللي دارت الهند، نجيبو من روسيا ب 25 دولار ولا ب 30 دولار ونبيعوا في البومبا ب 7 دراهم، اذا تنقول الشعب المغربي رابح. قلتي هذا شغل المافيا ديال المافيا طبعا. هذه فعايل المافيا طبعا، لان شكون اللي كيتهرب من الضريبه؟ شكون اللي كيهرب العمله الصعبه؟ وشكون اللي كيسبب ازمه؟ لان بهذه التصريحات ديال الوزير هذه ازمه، لان حتى لا قلنا ان الاستيراد حر. السؤال واضح، علاش انا بلاص ما نستورد من روسيا ب 25 دولار و30 دولار، علاش كنشري من بلايص اخرى ب 70 دولار؟ اذا نشري من روسيا وما نكسبش الازمه البلاد. طبعا. واخا على ذكر الكذب وحنا زعما لكن نقطه اخرى كذلك اساسيه اللي خص المغاربه يعرفوها فيما يتعلق دائما بالغازوال وهذا. حنا كنعرفوا كاملين الازمه ديال سمير، اننا عوض ما نستوردوا البترول الخام ونصفيوه ونبيعوه، السؤال اللي كيتطرح واللي خص المغاربه يجاوبوا عليه، شحال تنخسروا لان من 2018 كان الثمن فاش كيجي البترول وكيتصفى كيتقام تقريبا بشي 100 دولار. في 2023 ولينا كنلحقوا ل 285 290 دولار، يعني تزاد بشكل كبير جدا. هذه المساله ديال الاغلاق ديال مصفات سمير، واننا ولينا كنستوردوا لو برودوي فيني، يعني ماده نهائيه، ما بقيناش كنديروا تصفيه وتكرير ديال البترول. شحال تيخسر المغرب كدوله في هذا الشيء؟ كنخسروا 30 مليار درهم في العام. 30 مليار درهم في العام، بمعنى 250 مليار في الشهر كنخسروها، كنضيعوا فيها. 250 مليار في كل شهر على حسب الاستهلاك الوطني كامل. كنا كنجيبوا الخام وكنصفيوه بحال كنا كنديروا شحال هذه وسامير خدامه، غادي تربح الدوله المغربيه 2.5 مليار درهم، يعني 250 مليار في كل شهر. فعلاش مال الدوله ما تعرفش مصلحتها على الزعما ما كتعرف مصلحتها كاع ما تبيع وتشري في البترول ديال روسيا بهذه الطريقه ديال الكونتربوند. شحال كنضيعوا السي عز في الشهر؟ 250 مليار. دابا الدوله المغربيه لانها ساده سمير، وما باغاش تستورد البترول خام وتصفيه ونخرجوا كاع لي برودوي ديالو، كتضيع المغاربه في 30 مليار درهم، يعني 250 مليار كل شهر. وهذا الرقم دقيق، يعني طبعا هذا الرقم كنعطاه السي الحسين اليماني اللي هو المنسق ديال الجبهه ديال سمير، وواحد اللي عارف الامر بشكل دقيق جدا وما يمكنش يعطي رقم هكذا. واخا عزيز عرفوا دائما ديك الفكره اللي قلتي ديال الكذوب وهذا الشيء انه مهم جدا. واحد الرد دابا انا تارني ديال السي بيتاس الناطق الرسمي كيرد على بنكيران، بغيت شي تعليق بخصوص هذا التعليق ديالو. كان كيدير واحد المنصب مهم في بلادنا اللي خصنا نحترموا
كل من قام وكل من يعني قام بهذه المسؤوليه هذه اصدر تقريبا في حقي فتوى بالكذب واتهمني بالكذب وقال هل المؤمن خليني انا نكمل. ما تقطعنيش هذا الحليم. بلاتي ما تقطعني شيخ. لا نبغيك انا نتعلق على داك الشيء اللي خرج في المعارضه. غير صبر. داك الشيء اللي قالت المعارضه غير صبر. انا جاي. اتهمني بالكذب وقال وهل المسلم يكذب؟ لا. وهل يزني؟ نعم. وهل كذا وهل كذا وهل كذا. علاش؟ على جوج ديال المواضيع. الموضوع الاول انا قلت في تصريح سابق اليوم 24 مارس 2022 ان سعر الطماطم في انزكان 2 دراهم. انا باغي نسلمكم واحد الوثيقه باغي نعطيها لكم فيها جميع اسعار الطماطم في السوق ديال انزكان من نهار 3 مارس 2022 حتى نهار 20 فبراير 2023. غنسلمها لك الاخت بغيتك تشوفي لنا نهار 24 مارس شحال كانت كدير الطماطم. كاين السعر الادنى وكاين السعر الاعلى وكاين السعر المتوسط. اعطينا شحال كان كدير نهار 24 مارس 2022. الوثيقه اللي قدامي كتقول بانه السعر الادنى 2 دراهم، السعر الاقصى 4 دراهم ونص، والسعر المتوسط 3 دراهم فاصلة 3. اذا ما قلته هذا الكلام اللي قلت انا بناء على هذه الوثيقه اللي كنخليها لكم بحثوا فيها ديوها سيروا قلبوا في انزكان وسولوا في جميع المناطق ديال المغرب وشوفوا واش هذا السعر اللي تكلمت عليه انا كذب او لا حقيقه. اذا كان حقيقه فانا خصم ذلك الرجل الى يوم القيامه لانه اتهمني بالكذب. المساله الثانيه هي 75 درهم. هذه ما عنديش فيها الشاهد لان هذه بيني وبين ذلك الرجل اللي شريت من عنده ب 75. ولكن انا سنقول لمن اتهمني بالكذب واصدر في حقي فتوى ديال الكذب انا خصيمك بها يوم القيامه. وتفضل دابا السي بن حليمه قول لي بغيتي. لازمك ما عرف والله ما نعرف. اول شيء هو كيهضر على فتوى، انا ما بانش لي الفتوى فين يعني ما عرفتش حتى شنو هي القاعده ديال الفتوى. ما هي الفتوى؟ ان افتي في شيء ما هي مرتبطه بالدين وشروط الفتوى واخا هذه واحد. ثانيا تيقول لك انا تصير تخاصم انت وياه شغلكم هذا. خصيمك حنا خاصموا من حنا كمغاربه اللي ما لقيناش مطيشه ب2 دراهم خاصموا من حنا خاصموهم كلهم يوم مشى يوم القيامه. لا كنظن هذه هضره خاويه هذه هضره خاويه. هذا الخطاب هذه هضره غير مسؤوله. هضره غير مسؤوله. كلام غير واش حنا في المغرب كامل كنشريو في ديك الوقيته مطيشه ب 10 دراهم. هو تيجي تيقول لك انا الادنى 2 والاقصى 4 ونص والمعدل هي 3 وسيروا سولوا. انا كنسول مول الحانوت اللي حدايا الورقه اش غادي نسول انا؟ ولا كانت شي كوربه مليوحه في شي بلاصه وشي لا واحد. كنظن واكثر من ذلك ان هذه الارقام اللي هو تيقول الا خديناها وقارناها مع لاش سي بي اللي هي اللي عندها لي ستاتيستيك وكل شيء ما كنلقاوش هذه الارقام. ومنين جابوا؟ وسولوا هو خصيم من ومشي يقرا شويه ديال. لا وهذا الخطاب عزيز دابا حنا كنهضروا في الدنيا والدوله ديما خاصين ما خاصين. حنا لا هذا الحشو ديال الخطاب الديني بهذه الطريقه. انا قلت لك هذه هضره خاويه. يعني شاب باقي صغير حقوقي ناطق رسمي منين كيهضر بهذا الخطاب. حقوقي منين جبتيها انت؟ حقوقي يا منين جبتيها؟ محامي هو ما نظنش. انا في بالي رجل تعليم ولا محامي متمرد. دابا هذا اشكال اخر. داك كيتريني فينا تريني فينا. واخا عزيز انا بغيت نسولك علاش بان لك من نهار قال له واش بن كيران عنده مصداقيه؟ واش بن كيران هو ماشي مساله بن كيران. لا نقطه مهمه عزيز. انا بغيت نعرف لان بزاف الناس هضروا مع بيتاس وما انفعلش. الطريقه اللي رد دابا بها والطريقه اللي غيجي لا غد ليه في المؤتمر الصحفي بان منرفز معصب ما بقاش بيتاس هو اصلا معصب. وزاد سؤال واش بن كيران عنده مصداقيه وضراته هذا كذاب ما رضاش بها؟ السؤال الثاني واش هو كيدير السياسه بيتاز وكيعرف مواجهه الشعب ما في صالحوش؟ اللهم ديما الخصم السياسي بن كيران باش تكون شويه الصداع. هذا السلوك ديالو هذه النرفزه اللي بانت في المؤتمر كيفاش كتفسرها؟ لا هي التفسير ديالها عندها 3 مستويات. المستوى الاول هي الهشاشه ديال الحكومه كحكومه ما لاقيش فين يرد. داكشي كتلقى الرد ديالو منرفز ومتعصب وما قادرش يهضر بشكل هادئ. النقطه الثانيه هي ان فاش بن كيران تيقول لي انك كذاب صافي دير اللي وراه بن كيران تيقولوا لي هذاك راه كذاب. كيفاش عزيز؟ انا قلت لك هو عارف ان بن كيران ماشي بوحدو. تيهضر على راه الا لاحظتي في الخطاب بدا بالموقع انه يجب احترامه و صافي دار لو كادراج كادرا ديك السيك ديال ها السيد شكون.
ثانيا ان فاش قال لي كذاب صافي دير لي وراه بن كيران قالوا لي راه هذاك كذاب وبن كيران خرج قالها هو التقطت الاشاره طبعا. والنقطه الثالثه طبعا لان بن كيران بغينا ولا ما بغيناش عنده ان اودينس فاش كيجي كيهضر وهذا اذا الحضور الديني داكشي هو مشى كيجاوبوا بديك الهضره ديال خاصموك ما خاصموك. واخا عزيز في نفس السياق تصريح في غايه يعني الرعب نسمعوا له. التحرير كان خصو بزاف ديال الشروط. ما يمكنش دير التحرير وتطلق المغاربه يبداو ياكلوا فيهم مجموعه ديال الشركات. انا ما متفقش عليه بهذيك الطريقه. كان على التحرير ان يدرس، كان على التحرير انه يدار بناء على سياسات عموميه نعرفوا المغاربه شكون هما، شكون اللي تيربح 2000 درهم وتيركب في الموتور، شكون اللي عنده التريبورتور، شكون اللي ما عندوش، شكون اللي عنده، ونحددوهم وهذا خصو يعطي قده وهذا ياخذ قده وهذا كذا. انا ذاك نمشيو للتحرير الوزير ما كانش التحرير كان متسرعا وما كانش مبني على اسس وهلك المغاربه. ما كانش الضغط ديال صندوق المقاصه، ما كانش التحرير كان متسرعا وهلك المغاربه. اولا بداك ما يحسب له هي جوج نقط. اولا انه يعترف ان هناك شركات تفترس المغاربه. وي خصو يقول لنا شكون هاد الشركات. اذا يقر بالافتراس. تيقول لك على ان الشركات التحرير خلى الشركات ياكلوا المغاربه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه قال لك على ان التحرير كان متسرع، وهذه حنا كنا تنقولوها تيقول لك لا انتم ادميين هما ولا تيقولوها. النقطه الثالثه وهي المهمه، انت اش كدير؟ قرار سهل انني غادي نشد المحروقات ونحيدها من الاطار ديال اللي تم التحرير ديالها ونردها للمدعومه. شكون غياخذ هذا القرار؟ الحكومه. ولاش هما ما خداوهاش؟ دابا كيتسناو حنا ناخذوها. الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. حنا زعما غادي نجيو وغادي نقولوا راه انت اش كدير؟ دابا هو كيهضر بحال ما كاينش في المغرب بحال ماشي مسؤول. دابا شوف احنا ولينا دابا هذا الشيء، هذا الخطاب السياسي هذا شنو كتفسروا؟ شنو لا تخربيق، لا شكون اللي يدفع؟ هروب من المسؤوليه بشكل واضح. واخا ثانيا هو فاش يجي تيقول لك حنا شكون اللي كيعطي شكون اللي ما كيعطيش، شكون اللي كيدير شكون اللي ما كيديرش. وانت اش كدير تماك؟ انت اش كدير كناطق باسم الحكومه؟ ان القرار واضح، انك انت ورئيس الحكومه خصهم تاخذوا قرار ديال ان هاد المحروقات غادي نردوها. كيما جا نقولوا بن كيران غلط ودار التحرير، صح انت الغلط وكل شيء يحسبها لك، ولكن ما قادش. واتحداه على انه يديرها. علاش؟ لان اللقاء اللي كان دار بن كيران مع صندوق النقد الدولي، ويمكن ترجع لاباج ديال صندوق النقد الدولي، الناس داكشي اللي مفتي عليه بالوقت. شهر 5 غدير هذه، شهر 6 غدير تحرير، شهر 7 غدير هذه، مع العلم لان رئيس الحكومه الحالي كان عضو في الحكومه، يعني كل شيء كان تيدوز قدامه. اكثر من ذلك بن كيران مع صندوق النقد الدولي في الخلاصات اللي مديوره كاتبين على ان الحكومه المغربيه تتحمل جميع التبعات الاجتماعيه لهذه السياسه ديال التحرير. الحكومه المغربيه تتحمل. انا ذاك التوقيع اللي كان دار بن كيران هكا مكتوبه واللي طبعا ان الحكومه المغربيه تتحمل جميع التبعات الاجتماعيه لهذه القرارات. ولكن الروايه ديال السي بن كيران والبي جي دي وعدد منهم حتى اخنوش وبالاخص بن كيران قالوا انهم مشاو للتحرير ديال الاسعار لانهم لم يجدوا عنه بديلا، يا اما غيديروا التحرير اما يعقوا باش يخلصوا الموظفين، بمعنى ماشي صندوق النقد الدولي وماشي كذا. لا تيكذب، حتى هو تيكذب وخاصم، حتى هو يقول لي راه خاصموك. الوثيقه واضحه وفيها الشهوره، وباقي عاقل انا كاتبين شهر ماي وماشي غير المغرب، دايرين المغرب والاردن ومصر، وكل واحد غيدير كل شهر. وفي الكاز ديال المغرب كاينه جمله مكتوبه بهكا ان الحكومه تتحمل، يعني صندوق النقد الدولي غدا ولا بعد غدا غتجي تقول لي هاد التبعات، يقول لك الحكومه ديالك علاش وقعت وشنو كتحمل. هذا من جهه. من جهه اخرى الفقره الاخيره اللي كيهضر هذا كيشد هذا ما تيشد، واجي نقولوا ليه شحال تيشدوا المغاربه الا ما كانش هو عارفه. الفئات المتوسطه والضعيفه هما اللي كيهمونا، هما الطبقه هذا اللي كان واحد الوقيته اقل من الطبقه الوسطى. الان في المغرب على حسب الاحصائيات ديال الهون كوميساريه دي بلان المندوبيه الساميه للتخطيط كتقول لك ان معدل الدخل ديال الفرد هو 1710 و15 اللي عنده في الشهر. هذا هو المعدل ديال الدخل مغربي كاملين المغاربه. المعدل ديال الفئات اقل من المتوسطه
كاين اللي ما عندوش لا انا جاي لهذوك ما عندهمش. دابا انا بديت لك من هنا وغادي غير نهبط. شويه غادي نهبط لك هادو، لان هادو هما اللي هما اللي يمكن كيشدوا الميزان ديال الاقتصاد ديال البلاد. بمعنى فاش كنشدها لي انا ديال الشهر وكنقسمها لي النهار كنلقى 40 درهم. هادو هما 1700 40 درهم في النهار اش غدير ليه؟ جوج يطرو ديال ليسانس ولا ما 40 درهم هادشي اللي كيشد في النهار. يلا 40 درهم من الاولاد والمدرسه الطبيب الماكله الدواء مره هذا شويه. دابا نهبط لتحت قريبا تقريبا 10% ديال المغاربه 10% ديال المغاربه وديما دائما كيقول لك ان الدخل السنوي ديالهم هو 6270 درهم. حسبها معايا الدخل شحال 6000 العشور ديال المغاربه 10% ديال المغاربه الدخل ديالهم هو 6270 درهم. 6200 فاش في العام في السنه 6000 درهم 6270 درهم. هاد الاحصائيات ديال اش ديال المندوبيه الساميه للتخطيط. 10% من المغاربه الدخل ديالهم في العام 120000 ريال 6000 درهم. لا ما تمشيش للعام 6270 درهم. فاش كتقسمها على العام شحال كتجي في النهار؟ كتجي 17 درهم في النهار دولي بران ماشي دولي بران قل من كيلو د البصله. ما عندوش باش يشري نص كيلو د البصله ونص كيلو ديال المطيش. هادو 10% ديال المغاربه عندهم 17 درهم في النهار ديال الدخل. هاد 10% الا شرا بصله ما يشريش مطيشه ولا شرا مطيشه ما يوليش يشري بصله. هي عنده الحق في خضره واحده من نوع واحد. هادشي لا ما مرض شي لا ما لا ماخشي مرض هذا مره عاد انت كتجي كتقول لي شكون اللي كيشد شكون يلاه لقى معايا حل هذا. ثانيا وخصك تشوف عزيز وغنعطيك تكمل راه خصك تشوف الندوه ديالو الصحفيه ديال البارح والمغاربه والطانوبيلات. الله الحمد لله اللي دار شي طانوبيلات تسمح لي المغاربه كلهم عندهم طانوبيلات. دابا انت كتقول واحد اللي عنده البصله ما عنده مطيشه ولا عنده المطيشه ما عنده بصله وهو البارح كيقدم المغرب بحال اللي كلشي عنده قدره يشري طانوبيل. وثانيا حتى بالنسبه لهاد 10% اللي كنهضروا عليهم هادو اللي عندهم في الغالب كتلقاهم في الاحياء الهامشيه ديال المدينه. يعني فاش غيجي عنده ولده غيبغي يشري نهار دفتر يشري ليه دفتر ب 20 درهم يعني داليه الماكله ديال النهار وجوج دراهم في الماكله ديال الغدا. اذا كي غيدير ياكل كي غيدير يشري للدراري الادوات كي غادي يدير يمشي للطبيب كي غيدير ما يجيو عنده هذا ضياف بعدا انا قلت لي بقى ياكل هو. لا ثانيا حتى ذاك الطرف الثاني اللي عنده 40 درهم في النهار واش ب 40 درهم في النهار اش غادي دير له 40 درهم في النهار؟ 40 درهم في النهار فاش كتحسب هذه الاثمنه اش غادي تعطيه اش غادي يبقى ليه شنو ما يبقاش ليه؟ هادو 10% في كيعيشوا وسطنا. لا هادو 10% هما ملي 17 درهم هادو كثار من فين كيتمركزوا هادو على المستوى جغرافيا؟ لا في المغرب كامل بين القرى والمدن. بين القرى والمدن حتى المدن الصغيره والاحياء الهامشيه في سميتو. هذاك الشيء علاش مثلا فاش كنبقاو نناقشوا هذا الشيء ديال الغلاء وهذا تنهضروا على الازمه. هذه هي الازمه راه ماشي الغلاء. هي تجي عندي تقول لي الشتاء ما طاحتش وراه الحرب في اوكرانيا وهذا ولكن هذه اللي حاجه اللي كاينه. كنهضروا على هذا الشيء ديال 40 درهم وهذا كيجي دابا عاد السي بيتاس يقول لك غادي نديروا واخا وانا نسولوا هذه 3 سنين هذه وما تهضرونا على السجل الاجتماعي باقي كاع ما حسبونا. مهمه هذه عز برافو لك عز. باقي ما عرفوناش فين هذه من اغرب الغرائب. سولوه قال لهم المحروقات والناس يستافدوا قال لهم ما عندناش سجل اجتماعي وما محسوبينش عباد الله. كيفاش تصريح بحال هذا حكومه وعندنا امتيازات ديال السلطه العامه وهذا النقاش ديال الملف الاجتماعي مفتوح مع حكومه عبد الرحمن اليوسفي. لا قبل ما نرجع للملف السجل الاجتماعي نكمل هذا الشيء ديال المصاريف لان بزاف ديال الناس ديال الغلاء ما كيتبعوش شنو واقع فقط تيوصل الغلاء. مثلا نمشيو للفلاحه شحال كانت واحد الوقيته فاش ما كانش الجفاف كان الناس كتستعمل الماء ديال السد شحال كانوا تيخلصوا الماء ديال السد. فلاح مثلا تقريبا كانوا تيخلصوا 500 درهم للقطار فاش كتسقي بالماء ديال السد ياك. مع الجفاف اللي كان فاش ولاو كيستعمل الماء ديال البير اذا الاستعمال ديال الغازوال دزنا من 500 درهم للقطار ل 1000 درهم للقطار. من 500 درهم للقطار ل 1000 درهم للقطار. علاش؟ بسبب ديال الزياده ديال الاسعار. اذا هذاك اللي كان تينتج الخضره وكتقام عليه ب 500 درهم ديال السقي ولا كينتج نفس الخضره ولكن ب 1000 درهم. اذا اللي كان يبيع لك ب2 دراهم كما قال بيتاس يبيع لك ب 4 دراهم. هذه لوجيك غا حين الثمن ديال السقي تضرب في 2.
اذا هنا فاش نقولوا على ان الحكومه اللي كنا تنقولوا الشتاء وهذا اشنو درتي من اجل الحفظ ديال القدره الشرائيه ديال المواطنين؟ الحكومه كتقول لك الازمه وربما تبعثوا الشيء في المضاربين. غادي نرجعوا للمضارب. لا هذه النقطه بغيتك لا عزيز. سهله المضاربين حتى هي سهله. فاش الحكومه كتجي كتقول لك عندي مشكله، لا خلي المضاربين دو كوتي، اجي نرجع لحاجه اخرى اللي هي خصها ديرها. ما عرفتش عمرك خدمتي في لاكريي ولا لا؟ لا انا خدمت في لاكريي فاش كنت نقرا. شنو كنت دير؟ خدمت في لاكريي بصح في لافاك ديال القنيطره، راك عارف لاكريي حدا الحي الجامعي. أي. تنخدم مع الصباح تنمشي نقرا. شحال؟ ديك الساعه كنت ناخذ 25 درهم والخضره، ما عليناش. هذا خصها شي حلقه بوحدها. كاين وسط لاكريي كاين اللي كنسميهم الكاروات، ناس عندهم ريع، عنده واحد الكارو كياخذ عليه، كتجي كتحط عنده مطيشه في ذاك الكارو كياخذ معاك. تخلص. علاش هذاك غادي يتخلص على داكشي؟ علاش ما مقنينش حنا لاكريي كامل الناس؟ علاش انا غادي نجي ودير واحد الريع بحال كريمات ومخليها تماك، الواحد ما كيدير حتى حاجه، فقط انك كتحط عنده كتبيع بلا مراقبه بلا والو. وكيفاش كتتم العمليه ديال البيع؟ علاش كتغلى؟ مثلا انا عندي طون ديال مطيشه، ما كندخلش طون لاكريي، كندخل يلاه 300 ولا 400 كيلو. علاش؟ باش نهز الثمن. فاش كيتحدد الثمن ديالها مرتفع تندخل الطون ديالي. وفين هي الدوله في هذا الشيء كامل؟ وهي كيبان لها الكاميونات مستاصوين في الجنب ديال لاكريي، ومدخل كاميو واحد مطيشها شحال ديال الصنادق بشحال الثمن ديالها، وهذاك الثمن اللي كيتحدد هو اللي كيبقى نهار كامل. اذا هنا هذه المسؤوليه ديال الدوله بشكل بسيط جدا. الا جينا نحسبوا من الضيعه حتى المارشي باش تشري مطيشه، راه كاينين على الاقل ما بين 4 و5 ديال الوسطاء على من كدوز. فين هي الدوله في هادشي؟ عاد كتوصل جوستوم فين هي الدوله في انا هادشي؟ شنو بغيت نسولك، الحكومه كتركز على المضاربين وثانيا كتقول لك البائع على الاخر ما كيديرش الثمن، ما كيعلقش. واش بقات كيقول لك 10 دراهم يكتب لك 10 دراهم، ولكن المشكل كي درت وصلت ل 10 دراهم. اذا المسؤوليه ديال الدوله طبعا. الدوله خصها تنظم هادشي، هي ان يولي العلاقه مباشره من الفلاحه مباشره لاكريي، وما كاينش ذاك مول الكاري باش ما يديش معاك، على الاقل كيدي معاك واحد 0.6 ريال، ما بين 6 و10 ريال في الكيلو، تياخذ واحد عنده الارض. هو الدوله عندها ربح في الغلاء الاسعار ضد المغاربه، والدوله واش رابحه؟ الدوله ماشي كيسيون ديال الدوله رابحه طبعا. هادشي اللي بغينا طبعا. فاش رابحه الدوله؟ علاش انت كاع ما حسبتيها؟ لا انا كنسولك. وسهله. انا مثلا كنشري واحد الحاجه ب 100 درهم، ياك كنخلص فيها 20% ديال التيفيا، شحال ربحات الدوله؟ 20 درهم. فاش كنبيعها ب 200 درهم شحال ربحات الدوله؟ 40. ماشي الدوله في الرابح. اذا الدوله هي اللي وراء غلاء الاسعار، حتى هي كتستافد كتدخل فلوس عليها ساكته. اذا هذا الغلاء وهذا الروينه اصله الدوله مسؤوله عليه. اولا مسؤوله عليه في عدم محاربه هاد الوسطاء اللي كاملين كتلقاوهم مرتبطين بالدوله بشكل او باخر، ومستافده من هادشي ديال التيفيا. لان دابا الان فاش كنشوف الوعاء الضريبي، فاش كنجي مثلا سنه الاخر ديال 22 وكنلقى على ان اهم شيء في المداخل الضريبيه هي التيفيا، اذا هي مصلحتها كل شيء تيبقى مرتفع كتدخل التيفيا. واخا عزيز رجعوا للفكره ديال الفيلميه المغاربه اللي حيت حبسناها عند اللي عندهم 17 درهم، ولكن كاين اللي عاوتاني تحت عتبه الفقر اللي عاوتاني حنا ما كنهضروش على داك اللي هذوك واحد 2 المليون ولا هذا اللي عايشين بقل من دولار في النهار، دوك ما كنهضروش عليهم. شحال كاينين؟ تقريبا واحد 2 المليون مغاربه قل من دولار في اليوم، وعنده اسره وعنده. وفاش نقول لك دولار راه ماشي دولار هي 10 دراهم، دولار هي 3 دراهم ونص يعني للفرد. كاينه 2 المليون المغاربه اللي ما عندوش 3 دراهم في اليوم. وي كتلقاه هو عائلته فاش كتجمعهم ما عندوش 3 دراهم في النهار. 2 المليون مغاربه هادو مشتين كيعيشين ما نعرف كيف يعيشوا هادو. انا تنقول لك كاين شويه ديال لا سوليداريتي ديال العائلات، التكافل ديال العائلات، وبنادم عايش بداك الشيء اللي كاين. وراه الفيديوهات هاد الايامات راه كتشوف تيقول لك انا غادي للدار ما عندي ما نعطي لولادي. عزيز بغيت نسولك بشكل عام، ما كيهمنيش شكون هي الجهه صاحبه هذا القول، ولكن مادام النقاش خلق جدل وسط المغاربه وانا جالس مع حقوقي ومع رئيس الجمعيه، نبغي ناخذ رايك في ختام هذه الحلقه. هذا النقاش الاسعار والغازوال وهلم جرى، واش الا ناقشنا فيه واش بصح ما خصناش نناقشوا هذا مصلحه البلاد والفتنه وغنبلبلوا البلاد؟ يعني اللي كيهضر في غلاء الاسعار دابا يسعى الى الفتنه وسط المغرب. اللي كيسعى للفتنه هو اللي ما كيهضرش في هذا الشيء. اللي كيسعى للفتنه هو اللي مخلي هذا الشيء هكا تطردق. لا كيقول لك زعما حتى يجي وقت هذا الشيء ما انش وقته دابا. وقتاش غادي يجي؟ وقتاش غيجي؟ انا تنقول لك عندك 2 المليون عايشين بقل من 3 دراهم ونص، وعندك واحد العشر ديال المغاربه كيعيشوا ب 17 درهم النهار.
وهذوك لي سوا ديزون تنقولوا عايشين شويه عنده 40 درهم في النهار، وقتاش غيجي هذا النهار؟ في نفس السياق نسولك عزيز، الا كانوا عندنا 2 المليون مغاربه خوتنا، كنقول خوتنا بحمولتها، خوتنا مغاربه، وعندنا 10% قل من كذا، وعندنا النخب بعضهم ديني او يساري او ليبرالي او انسان عادي ولا الاسئله الجمعيه ولا المحاماه. بغيت نسولك في هذا السياق، كيفاش كتفسر هل يبرر الصمت زعما ديال النخب؟ غير مبرر، غير مبرر. ممكن نصفه بالجبن. كاين جبن، وي، وهذاك كيزيد يأزم. هذا نتيجة للضغط اللي دايره الدولة وانعدام حرية التعبير راه الجواب الأمني هذا هو النتائج ديالو. الجواب الأمني هذا هو الجواب ديالو، انه بصح وصلات الدولة انها تخلي بنادم ما يهضرش، والدايره هذاك داك الفقيه صاحبك مول الشيخة اللي قال لك كتسخنوني. ما عنده الحق ولا ما عندوش حق؟ شمن الحق عنده؟ هما اللي كاين في المرجعية الدينية الساكت عن حق الحق شيطان أخرس، بمعنى خاص الإنسان يهضر. طبعا، لأن ما يمكنش نلقاو الحلول لما ناقشناش. ولكن كاين البعض اللي كيقول لك عنده الحق، علاش؟ تيقول لك بصح بنادم ملي كيطيح في الحبس ما كيعقل عليه حتى واحد، ها هو ملي كيمشيو كيسخروا كيخليو بنادم يلعب بوحدو كيتعذب. راه كلها يدير مسؤوليته، فاش كتكون تحمل مسؤوليتك ديك قناعتك مرسى، تمشي للحبس ما تمشيش للحبس هذيك قناعه ديالك. ما عندكش قناعه سير جلس في حالك، ولكن ما تلعبش الدور ديال المسكين ديال هذه الاوضاع في هذا الشيء. ما تلعبش الدور ديال المسكين ديال الاوضاع، وانك زعما حريص على الشعب بانك كتمنع هذا النوع من النقاش ولا ما كتبغيش تخوض فيه. راه العمق ديال الفكر ديال العلمانيه هو هذا، هي ان مسائل الدنيا خصنا نناقشوها. لا، وحتى فكره اخرى، هو اي هضره ديال الفتنه، ما تهضر مثلا هذه طريقه للقمع وصافي، طريقه ديال القمع ديال الحريه ديال التعبير. عزيز، وصلنا لنهايه هذه الحلقه، ولكن بالمناسبه التزمتي معنا ومع الجمهور الكريم، وكاين الناس كيوصلوني رسائل، كاينه حلقه خاصه بالادويه قلتي غتكون، ما تبقاوش غير كنهضروا، غتقدموا حلول. عزيز، عندك حلول للدوله بخصوص الادويه وهذا الواقع المرير ديال الاسعار ديال الادويه، باقي ملتزم معنا ياك؟ وي، غنديروا حلقه بخصوص هذه العمليه. اذا مشاهدي موقع بديل، نكون قد اتينا الى نهايه هذه الحلقه. ترقبوا حلقه قريبه مع عزيز خاصه بالاسعار ديال الادويه، يمكن نديروها نشروها غدا او غنشروها يوم الثلاثاء او قريبا. شكرا لكم والى